السلام عليكم. كتب المقنع الكندي الشاعر قصيدة جسد فيها كل معاني الأخلاق العالية والشيم ومكارم الأخلاق في تعامله مع أبناء عمومته. يقول في مطلعها: يعاتبني في الدين قومي وإنما ديوني في أشياء تكسبهم حمدا، فما زادني الإقتار منهم تقربا ولا زادني فضل الغنى عنهم بعدا. يذكر هنا أنه إذا كان في حالة فقر فهذه الحالة لا تجعله يتقرب إليهم ويطلب ما لديهم، وإذا كان في حال غنى فهو لديهم ليطلبون ما يشاءون. أراهم إلى نصري بطاء وإنهم دعوني إلى نصر أتيت لهم شدا. يذكر هنا أنه إذا احتاجه أبناء عمومته هو سريع جدا وهو قريب لهم لمناصرتهم والوقوف إلى جانبهم، ولكنه إذا طلبهم مساعدة أو عونا أتوه بطاء. ولا أحمل الحقد القديم عليهم وليس كبير القوم من يحمل الحقد. ويذكر هنا أنه لا يحمل عليهم أضغانا أو أي حقد كان بينهم في السابق، فهو رئيس قوم وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن يأكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن يهدموا مجدي بنيت لهم مجدا. ننظر هنا كيف جسد المقنع الكندي كل معاني الأخلاق السامية في هذه القصيدة، بأنه يتقرب إلى أبناء عمومته ويصلهم دوما ويعطيهم من ماله حتى وإن كانوا يأكلون لحمه ويهدمون مجده.